السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل لكم حلا صحي جدا. هو حلا التمر بالدارك شوكليت. طبعا عارفين ان التمر وفوائده العظيمه، وكمان الدارك شوكليت في تحسين المزاج، وانها كمان مفيده لصحه القلب. ودايما تجيبي الدارك شوكليت اللي تكون 75% منها كاكاو او اكتر او 80، بتكون كويسه وصحيه اكتر. المكونات: ده تمر، شِلت منّه النواه، وهاحضّر الdark chocolate. هاسيّحها في حليب لوز أو حليب خالي الدسم، الحليب اللي عندِك واللي أنتِ تفضّليه. هتطحني شوية من المكسّرات اللي أنتِ تفضّليها أو اللي عندِك. أنا طحنت لوز وعين جمل. سيّحت الdark chocolate زي ما أنتم شايفين مع شوية من حليب اللوز أو حليب خالي الدسم، وهاحتاج جوز هند، مش أكتر من كده. هي دي المكونات. هتحضّري طبق وهتغطّيه بورق زبدة، عشان ده اللي هتحطّي عليه التمر بعد ما هيتغطّس في الشوكولا الغامقة. بجد حلا صحّي وجميل جدًا، حتى أولادِك هيحبوه خالص وهيطلبوه منِّك دايمًا. هانزل بالتمر جوّه الdark chocolate، يتشبّع كده بيها تمامًا، وهتشيليه بالشوكة علشان الشوكولا تتصفّى من تحت الشوكة، بلاش تشيلي بمعلقة. طريقة سهلة جدًا، وحلا مش هياخد منِّك دقايق ويكون جاهز، بعد طبعًا ما بتطلّعيه من التلاجة عشان تكون مسك الشوكولا معاها شوية. يا ريت لو أنت أول مرّة تشوف قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة، اعملوا لايكات كتيرة للفيديو، وشيّروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم، علشان أعمل لكم فيديوهات كتيرة وحلا صحّي بوصفات كتيرة ومتنوعة. خلاص كده رصيت كل التمر على ورق الزبدة، هارُش من فوقيه بقى المكسرات اللي أنا طحنتها، ومن تحت هاغطّيه بجوز الهند ويدخل التلاجة علشان يجمد شوية ويكون جاهز على التقديم، وألف هنا. تقدري تاخدي منه قطعة أو قطعتين الصبح جنب فنجان القهوة بتاعِك. بجد حلا رائع، طعمه حلو أوي وصحّي.